لأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد لاحظتوا أنه الوضع حاليا بمجتمعاتنا العربية أنه أول ما تجيك فكرة باش تصنع محتوى ديريكت يجي على بالك أنك تستثمر في شان يوتيوب، يعني تولي يوتيوبر. لكن أنا اليوم باش نعطيك زبدة الثورة الرقمية متاع المستقبل شنو هي. أكيد اليوم ما فماش شكون مازال ما يعرفش البودكاست وإلا حتى ما سمعش بيه. هاو علاش يلزمك اليوم تخمم بجدية في صناعة البودكاست. هاد الساعة ما نسبقوش الأحداث ونعرفوا شنو هو ساعة البودكاست ومنين جات الكلمة هذه. تبع الفيديو للآخر وخليك معايا باش تفهم كل التفاصيل. شنو معناها بودكاست؟ بكل بساطة هو كي نقولوا يوتيوب نقولوا معاها فيديو، وكي نقولوا بودكاست نقولوا أوديو. كلمة بودكاست في حد ذاتها هي جاية من دمج بين كلمتين، الايبود والبرودكاست. كلمة ايبود هو الجهاز اللي نعرفوه الناس الكل، هو جهاز تشغيل الام بي 3 او الملفات الصوتية. وكلمة البرودكاست يعني الاذاعة او البث. اول شخص استخدم هالكلمة هو صحفي بجريدة الجارديان والبي بي سي، وهو اللي اخترع كلمة بودكاست، وكان سنة 2004. معناها بالضبط من 20 سنة التالي. فكلمة بودكاست يعني مدونة صوتية تكون في شكل حلقات مسموعة متاحة للمستمعين يسمعوها وقت ما يحبوا هما ووين ما يكونوا هما في أي مكان في العالم. علاش بودكاست ومش يوتيوب؟ أولاً إنه الأذن تعشق أحياناً قبل العين. ثاني حاجة الأرقام والإحصائيات اللي تبين حجم مستخدمي البودكاست في العالم. من سنة 2020 معدل 800 إلى 1000 بودكاست يهبط كل يوم عبر المنصات المخصصة لنشر البودكاست، يعني معدل بودكاست كل دقيقتين. باش نزيد نحاول نوضح الفرق بين البودكاست واليوتيوب. اليوم فما وتيرة عالية في صناعة الصوت والصورة من حيث المحتوى والمونتاج والجرافيك. دونك انفستيسمون، خلينا نقوله هو انفستيسمون. اليوم اللي يدخل يعمل شين على اليوتيوب بصراحة ينفستي فيه من الأول، يعمل حاجة قوية وإلا سيب عليك. نجيو للبودكاست. الحاجة المميزة فيه إنه للناس اللي ما تحبش الظهور، يعني فما ناس تقولك أنا نحب أصواتي تتسمع، ما نحبش نبان بالتصوير متاعي، كل واحد وأسبابه. فما اللي يحشم من الظهور، فما اللي عنده ثقة في صوته أكثر منه كونه يبان صوت وصورة قدام الكاميرا، عنده مشكلة مع الوقوف أمام الكاميرا. فالبودكاست يمنحك الفرصة هذه ويكون متاح للناس اللي تحب توصل الكونتينيو بتاعها من خلال الصوت مش من خلال الصوت والصورة، وخاصة الناس اللي تفتقر للتكنيك. يعني كنقول تكنيك نقول هنا المونتاج الاحترافي للصوت والصورة. يعني البودكاست ما يسحقش منا برشا تكنيك. البودكاست كمدونة صوتية يربحنا برشا وقت في الانتاج متاعه. بطبيعة اللي يخلط للبودكاست المصور هذيك مرحلة متقدمة انت تختارها، يا اما تكون حلقاتك في شكل مدونة مسموعة او كذلك مدونة مسموعة ومصورة. كيف الميزة الاخرى اللي يتميز بها البودكاست على اليوتيوب انه يمنح المتلقي فرصة متابعة نشاطاته، انه يسمع وما يتفرجش. يعني اليوتيوب ياخذ منك وقت باش تتفرج وفي نفس الوقت تسمع، لأنه مربوط الصوت بالصورة باش نجم تفهم الموضوع. بينما البودكاست إعداده في حد ذاته من الأول ما يعتمدش بالأساس على الصورة أكثر منه يكون شرح مفصل من خلال أكل مدونة صوتية. يعني اللي تقضي في دارها وإلا اللي يسوق في كرهبته وإلا اللي قاعد يخدم ويتحرك ويمارس في نشاطاته اليومية بإمكانه أنه يسمع المدونة الصوتية في شكل حلقات من غير ما يتربط بالتليفون، أنه كونه باش يكون شادو في دي وإلا واقف قدام البي سي ويتفرج. فهذه ميزة أخرى يمتاز بها البودكاست على اليوتيوب. وكما قلنا زاد ما ننسوش إلي الإعداد وإنتاج البودكاست ما يخوش منا وقت قد ما ياخذوا إعداد وإنتاج حلقة من حلقاتك على قناتك على اليوتيوب. باهي شنو نجم نحكي في البودكاست؟ هو ما أحوجنا للمواضيع العميقة والهادفة والخالية بطبيعة الحال من الميوعة. البودكاست ما عندوش مواضيع خاصة، بالعكس البودكاست يخليك تخرج بالخلفية متاعك شنو انت تحمل من أفكار وطرح قضايا، سواء كانت برامج تعليمية، برامج تعالج قضايا في المجتمع، أفكار تنجم تكون ذات طابع
نابع منك أنت بطبيعة الحال، لأنه البودكاست ما تنجم تنجح فيه كان ما تكون أنت معناها تقدم مواضيع تشبهلك. دونك حاول تفيد وفي نفس الوقت تستفيد. يعني أنت بمجرد أنك تحضر في الكوندكتور متاع الحلقة متاعك أو تحضر في حصتك قبل ما تطرحها، بطبيعتك باش تعمل بحث شامل على الموضوع اللي باش تطرحه واللي باش تحكي فيه، ويخليك أنت تتثقف وتزيد تثقف اللي معك. دونك ما تنجم تنجح في البودكاست كما تكون عندك مصداقية في نقل الخبر بطبيعة الحال، وهذا من أخلاقيات العمل الصحفي، لأنه هذا يعتبر عمل صحفي. أنت اليوم وقت تنشأ بودكاست، هذا يعني الراديو الخاص بيك اللي باش يكون عندك جمهور متلقي وناس تسمع فيك، وتنجم تكون شخص مؤثر في الحياة المجتمعية. دونك اللي ننصح به كونه تخدم بودكاست يحاول يشبهك أنت أكثر من اللي تحاول تقلد، فكن كما أنت تكن أجمل وأحلى. وهذه أحلى جملة أنا نحبها وديما نقول فيها. فهذا دليلك الأول أنك تنجح في البودكاست وفي أي محتوى بطبيعة الحال اخترته، سواء كان بودكاست وإلا غيره. اليوم نحكيه على عالم الديجيتال والصحافة الرقمية، فما نجموا ننجحوا فيها كان ما تكون محتوياتنا هادفة بطبيعة الحال باش نرضيوا بها أنفسنا ونرضيوا المتلقي. وفي مرحلة أولى بطبيعة الحال لازمنا نرضيوا ربي يقبل كل شيء، لأنه نسأل على كل ما ننشر وعلى ما نتابع في نفس الوقت. فهذا البودكاست اللي يخليك ويمنحك الفرصة باش تحكي في أي موضوع. فما شكون مغروم بالكورة، فما شكون مغروم بالسياسة، فما شكون مغروم بطرح العلم أو بمراجعة سينما أو مراجعة الكتب أو مراجعة الأفلام أو طرح أي موضوع. وخاصة تنجم تحكي على الاكتواليتي الموجود، الحالات اللي قاعدة تدور اليوم، الأوضاع الاجتماعية أو غيرها. لكن ديما أنا ننصح، هو كل واحد حر بطبيعة الحال من بعد شنو ينشر. مانيش أنا اليوم باش نجي نقرر شنو المحتوى اللي تنجم تخدمه ولا شنو تنجم تنشر ولا باش نقترح عليك مواضيع بعينها. لكن على قد ما دائما ما أريد أن أنصح إنه كل واحد يحاول يخرج لنا بموضوع بطبيعة الحال هادف، أمان، مواضيع هادفة. فحاول الناس اللي عندهم برسمي خلفية تنجم تفيد العباد يكون عندها السبق في البودكاست، باش من بعد تبانوا برشا معنا ما يغلبوكمش الناس اللي باش يخرجونا بالمحتوى الغير هادف واللي فيه برشا ميوعة واللي فيه مضيعة للوقت، وما أحوجنا إلى المواضيع اللي تفيدنا وترتقي بنا في مجتمعاتنا العربية ككل. هذاك علاش احنا اليوم في إفيمي أكاديمي خممنا باش نطلقوا دورة البودكاست أو أساسيات البودكاست من الصفر. دونك اللي يحب يتعلم البودكاست على طرق وأسس علمية بطبيعة الحال، من ناحية إنتاج البودكاست، تحضير المادة، عن ماذا أتحدث بين الارتجال والنص، المدونات الصوتية، نشر والبودكاست والمنصات المخصصة لنشر وتسويق البودكاست الخاص بي، استراتيجيات صناعة المحتوى الرقمي بالنسبة للبودكاستر. دونك انتي كصانع بودكاست كيفاش تدخل لهذا العالم بطريقة احترافية من ناحية التكنيك، وكذلك حتى من ناحية وجودك داخل هذه الشبكات أو المنصات. كل هذا إن شاء الله باش يكون من ضمن محاور دورة البودكاست. لبقية التفاصيل بطبيعة الحال يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة إفيمي أكاديمي أو عبر أرقام الهاتف الموجودة أسفل الشاشة اللي باش تظهر توا. دونك إن شاء الله نكون طرحت الفكرة كاملة ووصلت فكرة البودكاست لكل متلقي من خلال هذا الفيديو. وأي سؤال بطبيعة الحال ما تبخلوش باش تسأل وتبعث مساج وإلا تتواصل وإلا تتصل، وإحنا نقدموا لك الإضافة إن شاء الله. دمتم بخير. كان معكم رضا بن محفوظ عبر أثير إفيمي أكاديمي. مرحبا بكم مدينة بالاس، قصر المدينة، الباساج، تونس العاصمة. إفيمي أكاديمي ترحب بكم وتطرح عليكم عديد الدورات في مجال الصحافة الرقمية لكل من أراد الاستفسار أو طرح أفكاره أو حتى الاطلاع على الأكاديمية عن قرب. مرحبا بكم في كل وقت. شكرا ودمتم بخير. السلام عليكم.